السلام عليكم سادة الأساتذة والأستاذات، تحية طيبة للجميع. عدنا مرة أخرى، والآن مع توصيف المجالات المضمونية لاختبارات الكتابية لمباراة توظيف الأساتذة الأطر النظامية للأكاديميات لسنة 2022. هذه المرة مع علوم التربية، واللي غنشوفوا إن شاء الله تعالى جميع المجالات والمحاور اللي تطرقوا لها في التوصيف. إذا كيف ما كتشوفوا بأنه المباراة دائما توظيف الأساتذة الأطر النظامية للأكاديميات بالنسبة للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي بسلكيه، بمعنى أن هذا التوصيف كيخص السلكين بجوج: السلك الابتدائي والسلك التعليم الثانوي. بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه كاين اختبار في علوم التربية المعامل 5، إذن عندنا 5 في الديداكتيك و5 في علوم التربية، ثم عندنا 10 في مواد التخصص. مدة الإنجاز ساعتان. هنا بزاف ديال الطلبة كيتسائلوا حول الصيغة التي سيتم بها وضع الامتحان. في نظري بما أنهم أولا ما عطاوش صيغة صريحة كيف ما داروا في الديداكتيك علوم الحياة والأرض، فكنقول أن ساعتين تقدر تكون QCM، وهذا اللي يقدر يكون وارد نظرا لسهولة التصحيح ديالو، خاصة في كيف ما كنشوفوا الآن الوضعيات ديال علوم الحياة والأرض وعفوا علوم التربية كتكون وضعيات اللي شيئا ما معقدة. إذا باش يسهلوا الأمور غادي يقدروا يديروا QCM، هذا فقط تنظير. وإلا فساعة ممكن أنهم يديروا فيها كذلك بعض الوضعيات اللي ممكن أن الطالب يستثمر فيها المعارف ديالو والكفايات ديالو اللي اكتسبها سابقا. بالنسبة للتعليم الابتدائي سيتم إدراج مكون علوم التربية ضمن اختبار ديداكتيك المواد المدرسة بالتعليم الابتدائي وفق التحديدات التالية، بمعنى أنه غادي يكون عندهم مدرج مع اختبار ديداكتيك المواد المدرسة، بمعنى مع ديداكتيك النشاط العلمي، ديداكتيك الرياضيات، ديداكتيك اللغة العربية، وديداكتيك اللغة الفرنسية. بالنسبة للاختبار في ديداكتيك المواد وعلوم التربية، الأوزان ديالهم مكون الاختبار في علوم التربية 50%، ديداكتيك المواد 50%. إذا غادي نمشيو نشوفو إن شاء الله تعالى التوصيف شنو جا فيه. على خلاف السنوات السابقة، هاد المرة تعطى واحد الجزء كبير، واحد يعني المجال كبير للطفل وللجانب النفسي للطفل. هذا الشيء ماشي اعتباطي، وإنما يعني جاء هذا الشيء انطلاقا مما جاء به القانون الإطار 1751 والرؤية الاستراتيجية فيما يتعلق بالطفل بشكل خاص، وبالأطفال في وضعية صعبة ولا في ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص. إذا هاد الأمور خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، يعني خصنا نمشيو دائما مع المستجدات والسياق ديالها. نبداو بالمجال الفرعي الأول: النمو النفسي للطفل والمراهق. إذا هنايا إلا بغينا نقراو شوية على النمو النفسي للطفل والمراهق، بالنسبة للناس اللي كانوا معنا في الدورة التكوينية كنا شفناها عند جون بياجي بالنسبة لمراحل النمو ومراحل التعلم، وكنا شفناها كذلك عند فرويد بالنسبة لمراحل النمو عند الطفل. لذلك اللي بغى يزيد يقرا في هذا الامر هذا كنحيلو على هاد المراجع هادو، وبالضبط لا بسيكولوجي دو لادوليسون عند جون بياجي. مفاهيم النمو ونظرياته، شنو كنقصدو بالنمو ونظرياته؟ دونك غادي نلقاو فيه بزاف ديال النظريات، نحاولوا نمشيو مباشرة شنو قال فرويد وشنو قال جون بياجي. عوامل النمو ومظاهره، حاجيات المتعلم النفسية. إذا خصنا نشوفوا هاد الأمور هادي، العوامل والمظاهر والحاجيات ديال المتعلم النفسية إلى غير ذلك. إذا بالنسبة للمجال الفرعي الثاني، علم النفس التربوي، قرينا فيه نظريات التعلم السلوكية، البنائية، السوسيو-بنائية، المعرفية، الجيشطالتية إلى غير ذلك. وزادوا لنا واحد 3 نقاط ديالاش غناخدو بعين الاعتبار: نظريات الذكاءات المتعددة لهاورد غاردنر، ما تنساوهاش حتى هي لأنها من بين النظريات الحديثة. كذلك المجال الفرعي
الثالث المقاربات البيداغوجية، بمعنى بيداغوجيا الأهداف، الأسس النظرية والمفاهيم. يعني نعرفوا الأساس النظري ديال كل بيداغوجية والمفاهيم الأساسية في كل بيداغوجية، ثم كيفية صياغة الأهداف، المقاربة بالكفايات، الأسس النظرية ديالها والمفاهيم الأساس والتصريف الإجرائي ديالها في العملية التعليمية التعلمية، طرائق التدريس واستراتيجيات التدريس النشيطة كيف ما شفناهم في علوم التربية وشفتهم كذلك مع الأستاذ في الديداكتيك ديسيبلينير، حل المشكلات، بيداغوجيا المشروع، وبيداغوجيا دراسة الحالة، ومجموعة من البيداغوجيات الأخرى مثل بيداغوجيا الإدماج، بيداغوجيا اللعب، بيداغوجيا التعاقد، ومجموعة من الأمور الأخرى. بالنسبة للمجال الفرعي الرابع سوسيولوجيا التربية وديناميات الجماعة، مفاهيم ونظريات سوسيولوجيا التربية، بمعنى هنايا كيحيلنا إلى معرفة الأمور التي تتعلق بديناميات الجماعة داخل المؤسسات التعليمية وداخل الحقل التربوي بصفة عامة. نتعرفوا على سوسيولوجيا التربية بالمدرسة المغربية، ديناميات الجماعة في المجال التربوي، والتربية الدامجة. التربية الدامجة l'éducation inclusive يعني كل ما يتعلق بالأطفال في وضعية إعاقة، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة. تعطى يعني لهذه الفئة واحد الأهمية كبيرة، خاصة فيما جاء به يعني القانون الإطار 1751 والرؤية الاستراتيجية، ومن قبلهم الوثيقة الرسمية الأولى الميثاق الوطني للتربية والتكوين. لذلك غادي خصكم تعرفوا شنو معنى التربية الدامجة وتفرقوا بينها وبين التربية الإدماجية. كذلك تحاولوا أنكم تعرفوا على أنواع التكييف ديال الاختبارات اللي كتكون لهاد الفئة هذه، الأنواع ديال التكييف، أنواع الصيغ ديال الاختبارات، أنواع كذلك الإعاقات، هل هي إعاقات حركية أو ذهنية أو لا طيف التوحد أو لا اضطرابات التعلم. إذا هاد الأمور كلها تكون عندك عليها فكرة، باش إلا توضع شي سؤال في هاد الأمور هذه تكون انت خديت بعين الاعتبار هاد الأمور كلها. نمشيو للمجال الرئيسي الثاني والمتعلق بالمرتكزات والمفاهيم الأساس للديداكتيك. صراحة لم أفهم لماذا تم إدراج هذا المجال ضمن علوم التربية. هو نعم هناك تداخل بين علوم التربية والديداكتيك، ولكن تم التطرق إلى هذه الأمور في الديداكتيك الخاص. إذا المجال الفرعي الأول مفاهيم ديداكتيكية عامة، النقل الديداكتيكي، التعاقد الديداكتيكي، المثلث الديداكتيكي، علاقة الديداكتيك بعلوم التربية، البيداغوجيا الديداكتيك، مجالات البحث الديداكتيكي لي دومين دانفستيغاسيون دو لا ديداكتيك، التوجهات الديداكتيكية الراهنة لي طوندونس ديداكتيك اكتويل اللي هما اللي كنا شرحنا في الفيديو السابق. المجال الفرعي الثاني قضايا المنهاج، الأسس والمرجعيات، مكونات المنهاج، المستجدات التربوية. هذا الشيء كله حتى هو تم الإدراج ديالو في الديداكتيك الخاص بكل مادة. إذا إلى هنا غادي نكونوا قد أحطنا شيئا ما وليس كليا بكل ما تطرق له التوصيف. في حالة كانت شي أمور اللي ما وضحاش إن شاء الله تعالى صندوق الوصف راه عندكم، وتركوا التساؤلات ديالكم كذلك في التعاليق. نتمنى لكم إن شاء الله حظ أوفر في مباراة التعليم، ولا تنسونا دائما من خالص دعائكم، ولا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتوفيق للجميع.